الثوم والطريقة المثالية لتناول الثوم. هل الثوم يعالج الفطريات الخارجية والطفيليات الداخلية؟ دعونا نعرف في هذا الفيديو فوائد الثوم الشاملة الكاملة لكل أجزاء جسمي وطريقة استخدامه الصحيحة بإذنه وتعالى. أحبتي في كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الثوم النبتة المعجزة، الثوم الذي استخدم من القدم من أيام قدماء المصريين. وجدوا كل الباحثين إنه الناس اللي أكلت ثوم إنه ما أجلهاش لا أوبئة ولا أمراض، وخاصة الثوم والبصل لأنه من نفس الفصيلة، والثوم أقوى من البصل لأنه فيه نسبة الأليسين والسيلينيوم والزنك أعلى، فيعتبر من السوبر فود. أبحاث كثيرة عملت على الثوم على أنه هو بجميع المضادات الأكسدة فيه، مضادات فطريات، مضادات بكتيريا، مضادات فيروسات، وهذه نادر ما يكون أنه شيء غذائي بيجمع كل الخصائص المضادة للميكروبات ويكبحها ويكون زي بكتيريوستاتيك أو بكتيريوسايدال، يعني قاتل وموقف لنمو جميع الميكروبات بصفة عامة وليس فقط البكتيريا. فبنقدر نقول الميكروب ستاتيك وميكروبوسايدال، يعني قاتل وموقف لنمو الفطريات والبكتيريا والفيروسات. وكرر مرة ثانية هذا الموضوع. طريقة استخدامه الخاطئ انه انت تبلعه كما هو، لانه اذا انت مسكت ضرس الثوم عليه غشاء رقيق، هذا الغشاء اشبه بالنيلون لا يخترق لا حامض ولا قلوي، فيجب اني اقطعه. الثوم فائدته بتحصل عليها اذا انت شميت رائحة المادة الفعالة. المادة الفعالة بنشم رائحتها عندما نقطعه او نهرسه، اللي هي الاليسين. الاليسين ما بتكون في داخل جسمنا، الثوم لا يحتوي اليسين هو كما هو. الاليسين مركب يتكون من خلط مادة الالين اللي هي الثوم، اسمه الين. الالين هو الغني في الثوم، اغنى من البصل واغنى من اي الفجل وغيره، موجود في العائلة الصليبية، بس هو في الالين في الثوم هو العالي. في انزيم اخر اسمه الينيز، كل واحد منهم في طبقة بتكون الاليسين. عندما تقطع بالسكين بيختلط الالين والالينيز في وجود الهواء، يعني خارج الجسم او انت بتمضغ في ثمك. هذا الالينيز مع الالين بيكون عندي الاليسين. الاليسين هو اللي بيديني خصائص مضادات الاكسده، مضادات الالتهاب، مضاد السرطان، مضاد الفيروسات. كل المضادات اللي بحكي عنها عن فوائد الثوم تحصل بعد الخلط، بعد الهرس، ما بتحصلش في اي وقت اخر الا بعد هذه المعلومه ما نحصل عليها. عشان هيك دائما كن حريص على انه انت تاخذ الثوم بعد هرسه وبعد ما يكون مخلوط فيه. كيف اخذه؟ اخذه على الريق اذا معدتك بتستطيع تتحمله، مع حاجه خفيفه من اللبن او حليب بعد هرسه، او مع مشروب كعصير موز مثلا، فيعتبر ممتاز جدا، لا باس في ذلك. يعني انت اعطيت فائده اكثر لتخفيض الكوليسترول والدهون الثلاثيه وخاصه الكوليسترول السيء. طيب علشان هيك ايش بدنا نعمل احنا؟ لازم نضيفه الى عصير زي عصير الموز، عصير الطماطم، اي عصير اخر. وافضل العصائر اللي هي بتقبل الثوم وتعطي طعم جيد اللي هو الطماطم، مع بقدونس يعني نوع من الخضروات، مع جرجير. وايضا هذا معزز للباءة، وايضا مطهر للجهاز الهضمي ومزيل للامساك. هذا المشروب اللي هنعمله من الثوم والطماطم والبقدونس او اي نوع من الخضروات يعتبر منظف للكبد، ديتوكس، بيشيل كل المشاكل اللي هي متعلقة بالدهون اللي في الكبد والسموم اللي فيها. طيب ايش اعمل؟ لو جبت حبتين بندورة، درسين تومة، قطعتهم وحطيتهم في الخلاط، حطيت معاهم نص ليمونة، حطيت معاهم 7 عودان من البقدونس وورقتين او 3 من الجرجير، قطعة زنجبيل ان وجد، لو عندك ملفوف او اي ورق اخضر زي ورق الفجل لا باس في ذلك، ضربتهم في الخلاط شربتهم، حتجد هذا المشروب ان كان صباحي او مسائي او وقت الغداء، وخاصه الاكل اللي فيه دهون او لحم كثير، فيعتبر مفيد جدا لتخفيض الكوليسترول السيء LDL ورفع HDL اللي هو الكوليسترول الجيد اللي بيشيل الالتهابات من الجسم ومن الاوعيه الدمويه، وفي نفس الوقت بيدي لك سيوله للدم او تحسين للدوره، بنشط الدوره الدمويه. هذه النقطه. ثانيا لو هناك طفيليات في الامعاء بصفه عامه، الاليسين اللي موجود في الثوم بيقضي عليها.
يبقى انا اذا اخذت الثوم كما هو بلع لا يعطيني اي نتيجه، ما يستفادش منه. وللاسف الشديد بقول لك اذا انت بلعته مر في القناه الهضميه بيعطي فوائد وبينزل. بالله عليكم هذا منطق؟ هل يعقل شيء دخل وطلع؟ كأنك أخذت شيء صلب ودخل من الفم وخرج من فتحة الشرج بدون أي فائدة، لا زاد ولا أعطى أي شيء. وذكرت في فيديوهات سابقة إنه هذه شركة ألمانية عملت خلاصة الثوم في كبسولات خاصة لا تؤثر عليها حموضة المعدة، تنفجر في الأمعاء من قلوية الأمعاء في اللي هي من الصفراء أو عصارة المرارة، هي اللي بتفجر هذه الكبسولة. ليس عن ضرس الثوم هذا الكلام العلمي، الكلام عن كبسولة الثوم المكمل الغذائي. أما احنا بنتكلم عن العمل الهوم ريميديز، عن اللي بيتعمل في البيت، الثوم المهروس أو المضروب بالخلاط مع الطماطم مع بقدونس مع أي نوع من الخضروات مع قليل من الزنجبيل، ممكن نضيف الكركم، ممكن نضيف أي نوع من البهارات المحسنة للطعم مع الليمون، ونشربه كمشروب صباحي أو مشروب في وسط الأكل كمعزز للهضم، لأن الثوم بينشط العصارة الهضمية وفي نفس الوقت بيقضي على الميكروبات وبيحسن امتصاص كل العناصر الغذائية. غني بالسيلينيوم، غني بالجلوتاثيون، غني بالمواد الكبريتية، ليس فقط الأليسين بل عندي الأليسين والأبونين وعندي الألين. كل هذه مركبات كبريتية بتنظف الكبد وهي اللي بتصنع لي الجلوتاثيون مع السيلينيوم كمضاد للسرطان. بالتالي لو حرصنا على ذلك بيزيد عندنا نشاط الدورة الدموية. الطماطم غني باللايكوبين، غني بالبيتا كاروتين، غني باليوتين. اللايكوبين معزز للدورة الدموية ومعزز للبال، اليوتين للعينين ولقوة الإبصار، ومحافظة على مين؟ على الخلايا الشبكية، فبالتالي بتحافظ على قوة إبصارك إلى ما شاء الله. ومضادات الأكسدة اللي فيها بتشيل كل الالتهابات. لو استمريت على هذا المشروب يوميا كمشروب رخيص الثمن بتحضر في البيت بإذنه وتعالى لن تجي لك أي أمراض. للطفيليات للأطفال بالذات بنعمله كتحميلة، بناخد ضرس الثوم بنقطعه 4 قطع، يعني صار مقطوع الآن، بللته بزيت الزيتون او بزيت جوز الهند او بسمنه او بعسل وعملته تحميله للطفل وادخلته اطول مكان ممكن باذنه وتعالى. اغلب الاطفال بيعانوا من الدوده الاكزيوريوس او الدبوسيه، فهو بيقضي عليها يعني ممكن من جرعه واحده، يعني مره واحده في اليوم، او للاحتياط 3 مرات، بحيث لو كان في لارفي او اوفز يعني بيض او يرقات بيقضي عليهن. فنسال الله ان يكون هذه الوصفات واضحة وسهلة التحضير للأمهات في البيت، بحيث أنه تحافظ على أبنائها بدون أي أدوية، لأن كل الأدوية بتأثر على الكبد المسؤول عن إزالتها كسموم، لكن هذا كغذاء، غذاء يعتبر علاجي بفيد بإذنه وتعالى من كل مشاكل الأمراض اللي إحنا بنعاني منها. أسأل الله أن كل ما نقدمه يكون علم ينتفع به، ينفعنا وإيانا وإياكم وآبانا وآباءكم. واشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، انقلوا ما يصلكم من علم كي تكسبوا أجر علم ينتفع به. وتقبلوا تحياتي مع فريق العمل، أخوكم الدكتور رمضان شميد.